مش عاوزين نرغي في المقدمة كتير، فخلينا ندخل على طول على أحداث عرض الرو. اللايك يا اسطى، اللهم بلغت. وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس على كلمة أولى وكل عشان يجيلك إشعارات القناة أول بأول لما ننزل أي حاجة في أي وقت. العرض بيبدأ بدخول الأمريكان نايت مير كودي رودز، واللي في البداية بيرحب بالجمهور وبيقول لهم عاوزين تتكلموا عن إيه؟ القصة إن هم لو حتى قالوا لك عاوزين يتكلموا عن إيه، أنت في الآخر هتتكلم عن الحاجة اللي أنت جاي تتكلم عنها، مش هتغيرها يعني عشان خاطر سواد عينيهم. طب يا عم الجمهور عاوزك تتكلم عن سيس رولينز، ها أهو شوف برضو أنت اتكلمت عن حاجة تانية في الآخر. عاوزين تتكلموا عن إيه؟ إيه ده الرزالة اللي أنت فيها دي؟ المهم كودي في البداية اتكلم عن عداوته مع شينسكي ناكامورا وإنها خلصت أخيرا، وإنه حاليا عاوز يخلص القصة بتاعته وعاوز يفوز بمباراة الرويال رامبل. لسه هيكمل كلام قام داخل وقطعه لوما ماكنتاير، قصدي درو ماكنتاير، يعني ما هوش طالع يلوم كودي رودز على حاجة، فلازم يبقى اسمه لوما مش درو. المهم طلع على الحلبة وكلم كودي رودز وقال له ها عاوز تتكلم عن ايه يا كودي؟ طبعا صوت الجمهور باين ان هو خلاص جاب اخره من درو، بس تمام نكمل. درو ماكنتاير قال لكودي انا وانت من ساعة لما انت رجعت ما جاتش فرصة اننا نقف ونتكلم سوا، كل واحد فينا اتسحل، بس انا وانت في الماضي كبرنا مع بعض هنا في الدبليو دبليو اي، احنا من نفس السن ومسيرتنا في المصارعة نوعا ما متشابهة، وانا هنتهز الفرصة دي عشان اقول لك انا فخور بيك، فخور بالشخص اللي انت بقيت عليه، وببص علينا احنا الاتنين دلوقتي وبقول قد ايه احنا كبرنا، وعمال بفتكر ايام لما كنا صغيرين في سن 23 24 سنه كده، كنا مع بعض ابطال فرق في الدبليو دبليو اي. فاكر كان اسم الفريق ايه؟ كودي قال له ذا داشينج وانز. ايه الاسم البشع ده؟ درو قال له انا مش عارف بصراحه احنا ازاي كنا عاملين حاجه جامده بالاسم ده. المهم ان سبب اننا اخدنا دفعه على البطوله دي او اننا فكرنا نروح للبطوله دي هو اننا ما كناش واخدين الاحترام اللي نستحقه دلوقتي، وكان لازم نمشي من هنا عشان نظبط حالنا ونفكر كويس ونشتغل على نفسنا ونحصل على الاحترام اللي احنا نستحقه، وعملنا كده فعلا ورجعنا تاني باسماء كبيره عملناها بره. فاكر اخر ماتش لعبته قبل لما ارجع للدبليو دبليو اي كان معاك، وفاكر اللي انت قلته لي بعد الماتش ده؟ انت فاكر قلت لي اني هكون بطل عالم في المستقبل، وفعلا عملت كده مرتين، وهقول لك قصاد العالم كله. انا شايف الناس بتقول ايه، شفت ناس بتحفز وشفت ناس بتسخر، بس مش مهم، انت اشتغلت على نفسك جامد جدا، وهتكون اول واحد في العائله بتاعتك يكسب بطوله الدبليو دبليو اي. انت هتنهي القصه، ولكن مش قبل لما انا اخلص قصتي. كودي قال له هي كده يعني؟ انت عاوز تكسب الرويال رامبل، انا عاوز اكسب الرويال رامبل، صح يا درو؟ انت ممكن تكسب وجي اوسو ممكن يكسب، والراجل اللي لسه راجع ومتحمس انه يكمل مسيرته سيم بانك هو كمان ممكن يكسب. انا وانت وقفنا على الحلبة وقت الرويال رامبل، وانا وانت كسبنا الرويال رامبل، لكن مش هينفع نستثني حد لما نجيب سيرة الرويال رامبل ونقول مين اللي ممكن يفوز يا درو. ماكنتاير قال له الموضوع مش عن اي حد تاني، دلوقتي الموضوع عني وعنك بس، وبما انك مشيت على خطايا خليني اقول لك نصيحة، مش لازم كل يوم تلبس البدلة دي وتعمل فيها رجل اعمال، ومش لازم تقول كلام كبير وتفخم من كل حاجة، ومش لازم تبتسم طول الوقت بالابتسامة الهبلة بتاعتك دي. انا بقول لك كده لاني كنت بعمل كده زيك، حتى لما بكون متضايق برضه كنت ببقى مضطر ابتسم عشان اكون قائد كويس، ولازم ابتسم في وش الناس كلها. فبقول لك اركن كل ده على جنب وخليك كودي الحقيقي على طبيعتك، ولو حد عنده مشكلة مع كودي الحقيقي ده وقف معاه وش لوش واديله على عينه على طول. كودي قال له بما اننا واقفين دلوقتي فانا بقول لك يا درو انا مش بمثل، انا فعلا ببتسم لان انا بحب اعمل كده، ولان انا مقدر الفرص اللي اخدتها طول حياتي، لان انا اللي عملتها بنفسي، وانت عندك حق، احنا بينا حاجات كتير مشتركة في حياتنا المهنية، ولكن الاختلاف دلوقتي هو اني ممتن جدا للفرصة التانية اللي اخدتها، وانت هنا عمال تلوم وتشتكي من اللي حصل معاك. درو قال له هو ده بقى كودي الحقيقي؟ انا عاوز اسالك سؤال، انت ليه جبت جي اوسو هنا؟ انت مش عارف المشاكل اللي هو تسبب فيها، ولا لانك ماشي بمبدأ قرب من صحابك وخليك اقرب من اعدائك؟ وليه متقبل وجود سيم بانك وانت عارف هو ايه وعارف انه بتاع مشاكل؟ هل كل ده عشان انت بتكون سعيد لما بتعمل كده؟ عشان كل الناس بتبقى مبسوطة من ده؟ انا فعلا مش طايقك، وبتمنى لو كان النقاش ده اصلا ما حصلش بيني وبينك، وكنت بتمنى لو كان داميان بريست ما كانش غبي ومتخلف وحاول يصرف الشنطه وقت الماتش بتاعي، ساعتها كان زماني دلوقتي بطل وما كنتش هقف اتكلم معاك دلوقتي، ولكن للاسف ادينا واقفين اهو. تمام، انت دلوقتي واقف في طريقي، وزي ما بانك عارف الاسبوع اللي فات لو وقفت في طريقي هاكلك وانت حي. انا دلوقتي في مستوى تاني، ولما بكون كده بكون انا على حقيقتي 100%، وانا مش الافضل للمجال ده، بالعكس انا هو المجال ده اصلا. وفي ريسلمانيا القصه هتكون عن درو ماكنتاير. في سؤال سريع بس هنا عندي معلش، انت دلوقتي كنت بتتكلم عنه وعن انجازاتك وعن انجازاته والرويال رامبل ومين هيكسب ومين هيطلع
بس انا اسف يعني في السؤال، ايه دخل داميان بريست في الموضوع؟ لا فهمها لي بجد، يعني ايه لو كان داميان بريست ما صرفش الشنطه وما كانش بوظ الماتش ما كانش زماني واقف معاك؟ يعني هو ماله بالظبط؟ انا مش فاهم برضو. انت على كده لو حد اتنفس جنبك وانت قاعد هتجيب سيره داميان بريست برضو؟ اللي هو ياه لو كان داميان بريست ما صرفش الشنطه ساعه الماتش بتاعي ما كانش زماني بسمع الصوت ده. المهم كودي قال له فعلا لو كان الغبي اللي اسمه داميان بريست ده ولو الزفت اللي اسمه جي اوسو ده، مش انت كل حاجه عندك ماشيه كده؟ لو ده كان حصل، لو كان ده ما حصلش، مش هي دي طريقتك؟ درو انت فاكر اننا زي بعض؟ لا يا درو، انت بس عاوزني اكون زيك. انت شكاي وبتختلق اعذار كتير وعاوزني اعمل زيك، لكن الاختلاف هو اني لما اجي انهي القصه بتاعتي مش هبص لك يا درو ماكنتاير، انا هبص لنفسي وهبص للناس الحلوه اللي قاعده دي. فلو انت هتعمل كده في الرويال رامبل وتنهي قصتك بقى وتاكلني وتاكل اي حد يقف قصادك، فانا بقول لك هكون حريص اني اعمل الشيء اللي هتشتكي منه المره الجايه. حاجه تانية، انت جبت سيره المباراه اللي حصلت بيننا قبل لما نرجع للدبليو دبليو اي، فخليني اسالك سؤال، مين اللي فاز وقتها؟ وقام كودي رودز رامي المايك على الحلبه وساب درو ماكنتاير واقف لوحده ونزل. مش معقول كده والله يا درو، ده تاني اسبوع على التوالي تطلع تاخد اللي فيه النصيب من مصارع ويهزقك ويسيبك واقف لوحدك ويمشي. فبالمناسبه دي خلينا نتكلم عن حاجه مهمه الاول. في نوع من الشخصيات الهيل يخليك تحبه غصب عنك حتى وهو هيل، لانه بيكون شرس، بيلعب بعنف، بيقدم بروموهات جامده، خصوصا لو كان مظهره وطريقه كلامه بيسمحوا له ان هو يعمل كده. اخدت بالك انت بقى كام مره درو ماكنتاير كان بيتكلم والجمهور مش عاوز يسمعه اصلا؟ هو ده اللي كنت بتكلم فيه. الاتحاد اقسم بالله بوظ شخصيه درو ماكنتاير. قصه انه شكاي وبيلوم الناس قصه وحشه جدا. درو ماكنتاير بقى متخاذل. في فرق بين هيل شرير ما بيجليش وما بيرحمش وبيدمر اي حد يقف قصاده عشان ياخد اللي هو عاوزه، وبين هيل تاني متخاذل وبيلوم كل الناس على خسايره. ده أسوأ نوع بصراحة بالنسبة لي، وللأسف درو ماكنتاير هو الشخصية دي حاليا، والناس حرفيا زهقت منه. كان نفسي يكون هيل من النوع التاني زي بروك ليسنر كده. شوف لما قلب هيل ودخل في عداوة مع كودي رودز كان عامل ازاي، وحش. الاتحاد كان ينفع يخلي شخصية درو ماكنتاير بالطريقة دي، ولكن للأسف ما عملوش كده. هو ما زال في أمل إن احنا نشوف الشخصية دي كمان فترة، بس ده ما يمنعش بصراحة إن أقول لك إن الشخصية اللي هو فيها دي دلوقتي حاجة مقرفة جدا. يا جدعان درو ماكنتاير وحش، حرفيا دبابة. أتمنى إن كل ده يكون تمهيد للحظة اللي درو ماكنتاير يقلب فيها هيل بجد وينفجر ويطلع الوحش اللي جواه. يمكن كل اللي بيحصل ده فعلا لان ملوش مكان في السيناريوهات اللي جايه، فاتمنى لما يكون ليه دور في الايام الجايه يعني يقلب هيل بشكل احسن من كده، يتحول 180 درجه، ينسينا القرف اللي هو بيقدمه دلوقتي ده. تاني حاجة هتلاحظ ان عرض الرو مش مركز على حاجة غير مباراة الرويال رامبل، والقصة اللي هتبدأ لمصارع واحد بعد العرض ده هتكون قصة مين؟ بقالنا فترة فعلا مش سامعين غير القصة. سيم بانك عاوز ينهي القصة، درو ماكنتاير عاوز ينهي القصة، كودي رودز عاوز ينهي القصة، طبعا ده هو اللي مخترع الترند. فانا ملاحظ بصراحه ان في عرض الرو بناء عرض الرويال رامبل لمباراه الرويال رامبل وبس، مفيش حتى ماتش اتحدد بين سيس واي حد تاني على البطوله او بين جونتر واي حد تاني على البطوله. بالعكس ده حتى جونتر هيشارك في مباراه الرويال رامبل. الاتحاد مش عاوزك تركز مع اي حاجه في عرض الرو غير مع ماتش الرويال رامبل، وغالبا ده لانهم ممكن يكونوا محضرين حاجات جامده هتحصل خلال العرض ده، وده اللي بصراحه بتمناه. السنه دي على عكس السنين اللي فاتت المصارعين مركزين على المباراه دي جامد جدا زي ما كان بيحصل ايام زمان. بقالنا كتير جدا ما شفناش حماس على المباراه بتاعه الرويال رامبل، بقالها كذا سنه بتكون مباراه عاديه ملهاش بناء ولا فيها حماس، هو يا دوب 30 مصارع بيدخلوا وبعدين في الاخر نتفاجئ مين اللي هيفوز ويروح يلعب ضد مين، واغلب الوقت بيكون مفيش بناء اصلا للماتش ده، وفي نفس الوقت بتكون نهايته محروقه عارفين مين هيكسب. انما المره دي بصراحه في حماس زياده، حتى لو عارفين او شايفين مين اللي ممكن يكسب وحاطين في دماغنا ان مثلا سيم بانك هو اللي ممكن يكسبها، فاحنا برضو ما زلنا مش عارفين بعد الرويال رامبل الباقي هيكون مصيرهم ايه. درو ماكنتاير وكودي رودز وسيم بانك لو حد منهم كسب الباقي هيعمل ايه؟ هيروحوا لفرصه تانية في الاليمينيشن تشامبر. طب اللي هيكسب هناك الباقي منهم هيعمل ايه برضو؟ حاسس ان في تنظيم حلو بقالنا كتير جدا ما شفناهوش، في تنافس قوي جدا بين كبار الشركه دلوقتي على مين اللي هيفوز بالرويال رامبل، زي ما يكونوا بيحاولوا يرجعوا قيمه عرض الرويال رامبل من تاني، او على الاقل قيمه ماتش الرويال رامبل يرجع من تاني، وان كل حاجه هتحصل فيها هتكون بحساب. بالنسبه لكودي رودز واضح جدا ان قصته هتكون مع رومان رينز. ليه؟ كودي عاوز بطوله الاتحاد اللي هي مع رومان رينز، وسواء رومان خسرها او فضلت معاه كودي هيروح مع البطوله ايا كان مين هو البطل بعد رومان، ده لو فعلا خسر في الرويال رامبل. وعلى اي حال انا ما اتوقعش ان رومان رينز هيخسر دلوقتي بصراحه، هيكون قرار غلط جدا، يعني فات كتير ومش باقي غير حاجات بسيطه، والقصه يا جدعان من البدايه كانت جامده جدا، لازم تخلص بطريقه صح. مش بعد كل ده رومان يخسر في الرويال رامبل وخلاص على كده يروح يلعب الروك في ريسل مانيا وما نشوفش وشه تاني. بصوا يا جدعان خلينا نتكلم بالعقل، بره عن السيناريوهات، رومان رينز من الاخر بيجيب فلوس للشركه،
ورومان رينز من الاخر برضه مش بيتعب عشان يريحوه، اللي هو مثلا يخسر البطوله عشان خلاص يرتاح وياخد اجازه. لا طبعا مش كده، لان اصلا رومان رينز بيرتاح كتير وما بيظهرش كتير عشان يحافظوا عليه، لان شكله مطول بالبطوله. فلو كودي رودز هيلاعب حد على البطوله هيكون رومان رينز، بس ما اعتقدش انه هيحصل دلوقتي. يعني انا عن نفسي متوقع ان قصه كودي رودز دي تفضل مكمله لحد بعد ريسل مانيا، وان هو لسه ما عرفش ينهيها لحد لما رومان رينز يخلص من قصه الروك، وبعد كده يقابل كودي رودز في سمر سلام مثلا. ما هو لو حطينا كل الخطط الجامده في ريسل مانيا الاتحاد مش هيلاقي حاجه يعملها طول السنه، فهي ماشيه كده والله. بعد المحادثه اللي حصلت بين سيم بانك ودرو ماكنتاير، سيم بانك نزل ستوري على الانستجرام وقال فيها ان الاسبوع الجاي هيتكلم على الحلبه مع كودي رودز زي ما اتكلم مع درو ماكنتاير. وبالمناسبه عاوز افكركم ان الاسبوع الجاي هو اخر اسبوع قبل عرض الرويال رامبل، والمفروض انه هيحصل فيه معجنه، لان اتوقع ان الكل هيكون موجود على نفس الحلبه: درو ماكنتاير، كودي رودز، سيم بانك، جونتر. لان سيم بانك نكش جونتر على الانستجرام بعد لما جونتر اتكلم واعلن ان هو هيشارك في الرويال رامبل هو كمان. فاتوقع ان عرض الروك جاي هيكون مدعكه وهيكون حاجه جامده، وممكن تحصل فيه خناقه بين المصارعين زي ما كان بيحصل زمان قبل الرويال رامبل. بس بالنسبه لسيم بانك عاوز اسال على حاجه، يعني انت عاوز ايه يا ابني؟ انت حرفيا عملت عداوه مع الكل. سيس رولينز شتمته، درو ماكنتاير هزقته، كودي رودز قلت على الانستجرام اللي انت هتقف قصاده الاسبوع الجاي، جونتر نكشته. انت يا ابني عاوز ايه بالظبط؟ كلهم هيهينوك في الرويال رامبل، انا خايف عليك والله، هتتعجن وسطهم. كلهم بغال حرفيا، بقالهم سنين ما بياخدوش راحه، ما يعرفوش اصلا يعني ايه اجازه، فهم جاهزين على الضرب. انا بحبك بس انت هتجيب لنفسك الضرب باللي انت بتعمله ده، ولسه هيكون اول ماتش رسمي ليك. اهدى كده شويه يخرب بيتك. بعد كده الفقره بتاعت جونتر بعد لما اعلن ان هو هيدخل الرويال رامبل بتتلخص في انه فخور جدا اخيرا. تخيل اخيرا جونتر فخور بلودفيج كايزر بعد اللي عمله مع كوفي الاسبوع اللي فات، واخد حق جيفاني فينشي. بعد كده اكزافير وودز قاطعهم وتحدى لودفيج كايزر في مباراه عشان ينتقم لكوفي، فلعبوا المباراه فعلا ولودفيج هو اللي كسب كمان، ولكن بالاقصاء لان اكزافير وودز ضرب لودفيج بالكرسي عشان ينتقم منه. فبعد المباراه في الكواليس لودفيج كايزر هاجم اكزافير وودز، ولكن بسرعه جي اوسو ولحق الموضوع ودافع عن اكزافير وودز. ده ان دل على شيء يدل على ان جي اوسو عاجلا او اجلا زي ما قلت لك قبل كده هيروح يقابل جونتر على البطوله، وغالبا ده هيحصل بعد لما يتخطى لودفيج كايزر، وغالبا برضه لما يروح في عداوه مع جونتر هتكون عداوه ثلاثيه، والطرف الثالث في العداوه دي هيكون برونسون ريد. كل حاجه واضحه زي الشمس يا جدعان، بس انتوا قروها. واللي يعرف جي اوسو ليه ممكن ما يكسبش البطوله يقول لي في الكومنتات. بالنسبه للحدث الرئيسي نهايته كانت متوقعه. سيث فريكن رولينز احتفظ بالبطوله زي ما احنا متوقعين بالظبط. بس عاوزكم معلش كده بس في كلمتين، انا قبل عرض الرو ده نزلت تصويت هل جندر مهال يستحق يفوز بالبطوله ولا ما يستحقش. لقيت التصويت طبيعي جدا، اغلب الناس بتقول ان هو ما يستحقش، وده المنطقي. انزل بقى على الكومنتات كده هتلاقي عدد من الناس بيقولوا لك يستحق، وبيقولوا لك جندر مهال ده اسطوره. فعاوز اعرف بس جندر يستحق يكسب ازاي يا جدعان؟ جندر مهال ده فترته بالبطوله كانت من اسوأ الفترات اللي عدت في تاريخ الاتحاد، من اسوأ ابطال الاتحاد اللي جم في تاريخ الشركه. ايه اللي رسخ في دماغكم ان جندر مهال كان في يوم من الايام اسطوره؟ ورب الكعبه كل الناس كانت بتكرهه. اسطوره ايه؟ ده مصارع وبعدين ثانيه واحده بس، انتوا عادي بالنسبه لكم جندر مهال يكسب كده؟ عادي بالنسبه لكم يتخطى كل المصارعين اللي انتوا بتحبوهم؟ فين بالور، ايجي ستايلز، داميان بريست، درو ماكنتاير، شينسكي ناكامورا، جي اوسو، سامي زين، كودي رودز، والناس اللي تعبت وطلع عين ابوها لما كان هو غايب او لما كان بيخسر، عاوزين ياخد البطوله عادي كده؟ يعني بجد انتوا بتقولوا ايه؟ مستوعبين الكلام اللي انتوا بتقولوه؟ والله 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 ما يستحق اللقب، ولا حتى كان يستحق فرصه على اللقب. جماعه بالله عليكم قبل ما تقولوا بس على مصارع يستحق او ما يستحقش ويستاهل او ما يستاهلش، شوفوا تاريخ المصارع ده كان عامل ازاي. مش عشان عاجبك شكله او لعبه او كلمتين قالهم تحكم عليه ان هو يستاهل بطوله ويستاهل دفعه. جندر مهال عمره ما كان مظلوم. جندر مهال جه في وقت من الاوقات قسما بالله دخل الاتحاد كده عمل غزو بدون مقدمات. كان حته مصارع معفن بيلعب لوحده في الاول، وبعد كده كان مع فريق 3MB واختفى فتره، وبعد كده رجع بجسم وشكل مختلف. قبل ما يرجع كان حرفيا كلاون، وسبحان الله اول لما رجع خد دفع على البطوله. ما عملش اي حاجه قبلها تقول ان هو يستحق دفع على البطوله. وفترته بالبطوله بجد كانت من اسوأ الفترات اللي جت في تاريخ الشركه، والله العظيم مش مبالغه. حرفيا اغلب اللي قالوا ان جندر مهال يستاهل، والله متاكد ان هم قالوا كده عنه بعد اول مره شافوه طلع فيها مع الروك، وافتكروا ان هو بيدافع عن اخواتنا، وهو اصلا كان بيتكلم عن الهند اللي فيها اضطهاد برضه لاخواتنا. اي كلام بتصدقوه كده؟ اي حد يسوحكم تروحوا وراه؟ يا ساتر يا رب. انا بصراحه في العرض ده اول مره من فتره طويله جدا اشجع سيس رولينز من قلبي. المره دي سيس رولينز من هنا لحد السنه الجايه، ولا اني اشوف جندر مهال بطل لمده ثانيه واحده.
بالنسبه لنهايه الماتش بقى بتاكد ان درو ماكنتاير داخل عداوه مع داميان بريست بجانب عداوه الرويال رامبل اللي هي شغاله دلوقتي. في سؤال عاوزين نساله بقى، هل الجادجمنت داي داخلين الرويال رامبل هم كمان؟ بصراحه مش عارف، بس واضح ان هم داخلين اكيد. بس القصه متركزه اكتر على الناس اللي قلت لك عليهم في البدايه، درو ماكنتاير وكودي رودز وسيم بانك وجونتر، عشان اللي عملوا السنه اللي فاتت في الرويال رامبل. الراجل بصراحه عمل اداء جامد، دخل رقم 1 وطلع اخر واحد من الحلبه، وكل الناس ساعتها قالت ان جونتر يستحق ان هو يفوز بالرويال رامبل السنه دي. فعموما خليكم مركزين جدا مع مباراه الرويال رامبل السنه دي، لان واضح انها هتكون حاجه جامده جدا، والبناء بتاعها السنه دي باين ان هو حاجه قويه جدا. وواضح ان الاتحاد مش عاوز يركز الضوء على اي حاجه تانية، لان الضوء لو راح لاي ماتش تاني الدنيا هتبوظ. لان زي ما انت شايف الاتحاد مهتم بالمباراه بتاعه الرويال رامبل دي اكتر من اي حاجه، لدرجه انهم حتى الان ما حددوش ماتش على البطوله بتاعه سيس رولينز، ومفيش اي حاجه جاهزه في العرض ده لحد دلوقتي غير بناء ماتش الرويال رامبل في عرض الرو، وعداوه رومان رينز على البطوله بتاعته في عرض سماك داون. وواضح جدا ان العرض ده هيكون عرض تقيل جدا، وواضح برضو ان عرض الرو اللي جاي هيكون عرض جامد جدا جدا، وهيكون ختام جامد للعروض الاسبوعيه قبل عرض الرويال رامبل. فانا متحمس جدا للعرض الجاي. بس عاوز اسالك سؤال، هل تتوقع ان في معركه هتحصل بين المصارعين في عرض الرو اللي جاي قبل الرويال رامبل ولا لا؟ قول لي رايك في الكومنتات، ويا ريت ما تكونش نسيت تدوس على زرار لايك. لو نزلت تحت الفيديو كده بشويه هتلاقي زرار لايك، دوس عليه، وجنبه زرار اشتراك او سبسكرايب، دوس عليه وفعل الجرس على كلمه اولى او الكل عشان يجيلك اشعارات القناه اول باول لما انزل اي حاجه في اي وقت. والى هنا ينتهي الفيديو بتاعنا.